قال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود: ثلاثة كلهم ضامن على الله، كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. يا لها من نعمة! ثلاثة كلهم ضامن على الله، إذن ضمانة من الله على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، على لسان الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول: ثلاث كلهم ضامن على الله. ماذا ضمن الله لهم؟ إن عاش رزق وإيش وكفي. انظروا، ما هو رزق فقط، لأنه الرزق قد يطغيك، الرزق قد يكون قليل فتحتاج إلى الناس، لا يكفيك، يعطيك ما يكفيك، ولو أنها لقمة يابسة مكتفي بها. من عنده قوت يومه آمنا في سربه معافى في بدنه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. من أتى المسجد فهو ضامن على الله، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله، ومن دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله. كل هذه الثلاث أعظمها في المساجد. طلبك للعلم، خرجت في سبيل الله،